سلاما طيبا عليكم أصدقاء وصديقات نور كاست الأعزاء. وحشتوني جدا جدا على فكرة، وعارفة أني غايبة بقالي فترة كبيرة، بس أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. حلقتنا النهاردة مهمة جدا جدا، فحضروا مشروبكم المفضل اللذوذ اللي اتعودنا عليه في كل حلقاتنا برضو، وأتمنى تسمعوا الحلقة للنهاية عشان عندنا اختبار في نهاية الحلقة، اختبار تحليل نفسي صغير كده بناء على موضوع الحلقة. فاستعدوا واربطوا الأحزمة عشان ننطلق في رحلة جديدة. وحلقتنا النهاردة هتكون بعنوان لماذا تقتل نفسك؟ طول حياتنا بنفضل نسعى ومتمسكين بأمل كبير قوي إن احنا نحقق حلم وهدف برغم صعوبات الحياة اللي بنمر بيها كل يوم، والأمل جوانا بيفضل يزيد عن اليوم اللي قبله، وهو اللي بيخلينا نستحمل كل وقعة بناخدها ونرجع نقوم بعدها من تاني. وأحيانا برضو الظروف بتيجي علينا وبتضغطنا ضغطة كبيرة قوي. في مننا اللي بيكمل سعي ونجاح وإنه هو يحقق حاجة لنفسه، وفي مننا اللي بيستسلم للأمر الواقع ويفضل عايش في أفكار مش موجودة غير جواه هو وبس. والأفكار دي بتخليه يفقد كل يوم جزء من نفسه بالبطيء، بيفقد شغفه، بيفقد مهاراته وهواياته وحياته، بيفقد تنظيمه وتخطيطه لنفسه، وبيدخل في حالة اكتئاب، وآخر مرحلة هو ينسى هو مين في الأساس. عشان كده كل اختيار غلط بناخده أو بنختاره بياخد جزء من حياتنا معاه ومن قوتنا، ومعرفتنا بنفسنا بتتشتت فجأة، وبيكون صعب علينا نرجع للنسخ الحلوة مننا، لأن كل واحدة فيهم فقدت جزء من جمالها في مواقف وحكايات كتيرة قوي. أنا بقول الكلام ده ليه وإيه اللي خلاني أكتشفه بالذات في الوقت ده؟ لأن حصل معايا موقف من فترة كده، وده اللي خلاني أعمل الحلقة النهاردة. الموقف إيه؟ إني اتسألت من فترة في انترفيو مهم جدا بالنسبة ليا، والسؤال بالرغم من إنه هو كان بسيط جدا إلا إنه خلاني أعيد تفكير في حاجات كتيرة قوي. اتسألت سؤال وبعده سؤال تاني. السؤال الأول كان إيه هي عيوبي، وبصراحة إني جاوبت وقلت كل العيوب بدون تردد. لكن لما اتسألت عن إيه هي مميزاتك وشخصيتك، إلا إني دخلت في حالة صمت رهيب ومعرفتش أجاوب ولا حتى أخمن أي ميزة، رغم المهارات والهوايات اللي بدأتها من سنين وكنت بحبها وما زلت بحبها. ورغم إني اتقبلت بعد الانترفيو ده، إلا إن في جزء جوايا فضل يقول ويسأل: انت مين في وسط العالم ده؟ انت مين بجد؟ ليه عطلتي ساعتها ومعرفتيش تجاوبي؟ هل انت فعلا ما تعرفيش نفسك كويس؟ هل انت أصلا عارفة انت بتخططي حياتك وتنظميها صح، ولا ماشية كده وخلاص؟ طب والناس اللي حواليكي كانوا اختيار صح أصلا من البداية، ولا مجرد وجود وتسلية وتضييع وقت؟ طب والذكريات اللي بتعمليها، هل فعلا بتعمليها مع الناس الصح في حياتك، وضامنة ان الذكريات دي مش هتكون سبب في وجعك في يوم من الأيام؟ طب والأشخاص دول بتختاريهم بناء على ايه؟ وبعدها دخلت في دوامة مليون سؤال محتاجين إجابات كتيرة وعميقة جدا، لكن كلهم نهايتهم: هل انت عارف نفسك صح فعلا، ولا بتضحك عليها وعايش دور انت مش فاهم بدايته من نهايته، وبتموت كل يوم جزء من شخصيتك الحقيقية بالبطيء؟ كان في حد قال لي مرة: الحاجة اللي بنركز عليها جوانا
بتكبر برانا. يعني لو ركزت على عيوبك وعرفتها، والتركيز ده كبر جواك مع مرور الوقت وخد حيز كبير من تفكيرك، وإن قد إيه عيوبك دي معطلاك عن فرص كتيرة ساعتها في المجتمع ده، فده هينعكس على الناس والمحيط بتاعك براك. هتشوف عيوب ده وعيوب ده وعيوب ده، وهتبدأ تحللها وتعيش معاهم بالعيوب دي وبالشخصيات دي وبالمشاكل دي، وساعتها مش هتقدر تعيش مع المجتمع والناس، وهتكره كل اللي حواليك واحد واحد، وهتنسى انت مين، وهتنسى حياتك الحقيقية وشخصيتك الطموحة اللي بدأت تبنيها من سنين مع مرور الوقت. لكن لو جينا نركز على الجنب التاني، انك لو بدأت تركز مع مميزاتك وتعيش طاقتك الحقيقية الحلوة، وتكتشف انت مين وبتعيش حياتك ازاي وبتعمل ايه في يومك، هل بتخطط ومشغول ولا سايب يومك يمشيك على مزاجه ويتحكم في وقتك؟ وقتها ساعتها هتبدأ تركز على مميزات المحيط اللي حواليك والأشخاص اللي بتتعامل معاهم، وكمان مميزات دايرة صحابك وتبادلكم للخبرات والتشجيع. وفعلا ساعتها هتشوف الدنيا بمنظور مختلف، ونجاحك هيكبر عن اليوم اللي قبله، وهتعرف نفسك بحلوها الحقيقي، وطاقتك ساعتها هتكون ملكك وقادر تتحكم فيها، وتبني حدود وعلاقات صحية بجد، وما تخسرش نفسك. في حاجز جوانا محتاج يتعالج بشكل جذري، ألا وهو حاجز الوهم. في حواجز كتيرة قوي اخترعناها لنفسنا ووقفتنا عن المشي في الرحلة، حواجز نفسية وحواجز اجتماعية وغيره كتير. كل مرة بنفكر فيها إننا ناخد خطوات عشان نسعى لهدف معين، نفتكر الحواجز دي بصراحة اللي مش موجودة غير جوانا إحنا بس، في عقولنا ونفسنا، ونرجع تاني لنقطة الصفر وننسى أحلامنا وطموحاتنا ونفسنا كمان معاهم. في مننا اللي بدأ يكتشف المتاح حواليه وإيه اللي يقدر يعمله بيه عشان يكسر حواجز كتيرة قوي، منها الخوف أو اللخبطة في الكلام، أو حتى شوية شك منه في نفسه إنه ولا حاجة ومش هيقدر يوصل لكل الخير اللي هو بيسعى أو عايز يوصله عشان نفسه والناس اللي بيحبهم حواليه. وفي مننا اللي استسلم للأمر الواقع وساب الحواجز اللي اخترعها لنفسه واللي مش موجودة غير جواه وفي تفكيره تتحكم فيه وتسيطر على حياته، وبدأ يبعد عن كل اللي حواليه، حتى بعد كتير قوي عن نفسه لدرجة انه نسي هو مين وكان بيحب ايه وبيعيش ليه، ظنا منه انه انسان منبوذ. وده اللي حواجز الوهم في عقله وافكاره وصلته ليه. طول عمرنا بنفضل مقتنعين بافكار غلط عن نفسنا، وبنبقى عارفين ان في ناس كتيرة قوي قدروا يغيروا من نفسهم وافكارهم عن نفسهم، وده كله بمجهودهم وتعبهم انهم يعرفوا هم مين بجد. لكن احنا رضينا على نفسنا الوهم والافكار اللي هي عايشة بيها، ومش عايزين نتخلى عن الاوهام دي. والرضا ده اللي بيمنعنا نعترف لنفسنا ان كل واحد فينا عنده مميزات ويقدر يحسنها ويطورها، ويقدر يغير بيها اسلوب حياته ونظامها تغيير كلي. ليه بجد بنكسل نمسك ورقة وقلم ونكتب عن نفسنا ونتكلم معاها ونكتب حاسين بإيه، حتى لو مش هنعرف نعبر تعبير صحيح عن اللي جوانا؟ كفاية بس إننا نعترف لنفسنا إننا قادرين ناخد بإيديها ونحسن منها ونقوم على رجلينا مرة واتنين ومليون، وإننا قادرين نبطل كسل وننجح بجد، وإن أحلامنا محدش غيرنا هيوصل ليها وياخدها قدنا، وإن الفشل الكبير بجد هو هروبنا من حقيقتنا عشان نعيش في دور عمره ما ساعدنا نكون احنا مين بجد.
طيب نبدأ منين؟ الخطوة الأولى في إن كل واحد فينا يبدأ يتعرف على نفسه من جديد. هنعمل مع بعض دلوقتي اختبار تحليلي نفسي صغير عبارة عن سؤالين، فإحنا محتاجين ورقة وقلم ضروري عشان نكتب السؤالين ونجاوب عليهم. أول سؤال: إيه أكتر لون كل واحد فينا بيحبه؟ وبعد ما نجاوب على السؤال ده هنسأل أنا ليه بحب اللون ده، وهنكتب 3 أسباب مهمين جدا. تمام؟ السؤال التاني: إيه أكتر حيوان بنحبه؟ وبعد ما نجاوب على السؤال ده هنكتب 3 أسباب برضو إحنا ليه بنحب الحيوان ده. تحليل السؤال الأول هيكون نظرتنا لشخصيتنا إحنا مين. تحليل السؤال التاني هيكون نظرتنا للحياة اللي بنسعى ليها هتكون عاملة ازاي. وبالنسبة بقى لشغف كل واحد فينا، الشغف هو الشرارة الوحيدة اللي بتخلينا نكمل ونقوم ونسعى ونعافر، مش كلام تنمية بشرية، بجد بجد. لكن انت لو مش بتحب حاجة بجد من كل قلبك مش هتسعى ليها، مش هتبذل فيها طاقة ومجهود ومعافرة وتعب وتحمل ضغوطات مش هتعمل كل ده لو انت مش بتحب الحاجة دي بجد من قلبك. فانك تحب حاجة بجد من قلبك وتتعب علشانها ده اسمه شغف، غير كده اسمه وهم. ولأن الشغف هو مصدر القوة اللي بيدينا الشرارة زي ما قلنا، في موقف كده عايزة أحكيه، قرأته في كتاب بس بجد موقف حلو أوي. كان في شاب كسول في مرة راح للفيلسوف اليوناني سقراط وقال له بكسل: يا سقراط العظيم، أنا جيت لك علشان عايز أتعلم المعرفة. فراح الفيلسوف سقراط خد الشاب ده وراحوا للبحر ونزلوا المية لحد ما المية وصلت لحد رئتينه كده أو لحد رقبته. وبعدها راح الفيلسوف سقراط خد دماغ الشاب ده وحطها نزلها تحت المية لمدة 30 ثانية. بعد كده خرج الشاب ده عشان ياخد بعض أو شوية هوا يعني. وبعد كده راح سقراط سأله تاني، قال له انت عايز ايه؟ فراح الشاب ده رد عليه وقال له انا عايز اتعلم المعرفة ايها الفيلسوف العظيم. فراح ماسك راسه وحطها تاني في المية، بس المرة دي لفترة اطول، حتى ان الشاب ده ساعتها ما كانش قادر ياخد نفسه تحت المية خلاص. فراح الفيلسوف سقراط طلعه وسأله تاني، قال له انت عايز ايه؟ فراح الشاب ده رد على الفيلسوف سقراط وقال له أريد الهواء، أريد الهواء. فراح الفيلسوف سقراط رد عليه وقال له: حين ترغب في المعرفة بنفس القدر الذي ترغب فيه في الهواء سوف تحظى بها. يعني انت لو بتحب حاجة جواك قوي 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 بجد وبتسعى ليها وبتتحمل عشانها كل حاجة، هتوصل، هتنجح، هتكسر الدنيا وهتبدأ مشوار جديد من رحلتك، لأنك عارف انت مين كويس خلاص، ومشيت في الطريق الصح وبدأت الخطوات الصح. فدي الحكمة النهاردة من حلقتنا، وسلاما طيبا عليكم، ونتقابل في الحلقة الجديدة على خير بإذن الله تعالى.